البقسماط باظ. انا احس يعني ان انا ما هدرتش المكونات وقعدت اكله بقى امبارح واقول لهم ده جميل قوي، ده جميل، وخلاص الدمعه هتفر من عيني. يعني ماما عارفه وهي بتدوق ان هو عسل مش اصل واشتريته، بس هي عارفه يعني. حاسه ان في حاجه بتتحرق، انا مش مرتاحه. لا ما اتحرقتش، تحفه، الريحه خطيره. خلصت الاكل بنجاح. لازم اوريكم لقطه سينمائيه كده. الجبنه بقوطه، مش هقول لكم بقى سلطه جبنه وبالبيبرينو والبابارينو والحاجات دي عادي جبنه بقوطه وعليها بقى. راح علينا يا عم. وده البتنجان، ما جبتش كتير عشان حاسه ان كل الحاجات دي هتتبقى يعني، وده سبايسي شويه نايس. وده العيش يا باشا والنعمه انا مظلومه. قاعده نبدا ناكل، يعني هدوق واقيم واقول لكم انهي احلى وانهي اوحش، على اساس يعني ما كنتش باكل جوه في المطبخ. يلا بسم الله. خطيره خطيره، او يعني مش اول مره، بس هي طالعه المره دي حلوه قوي، معرفش ليه، اشمعنى معرفش. عندي يا جماعه ضرس العقل، استنوا بقى ايه عشان نحكي باستفاضه. عندي يا جماعه ضرس العقل طالع لي 3 ضروس ولسه فاضل ضرس، يعني بيطلع وجعني وجع بطريقه هو في ايه بجد يعني، ولا طفله عندها 5 سنين بتسنن يعني، في ايه؟ وكمان مشخصنها مع البصل، يعني جت حته بصله كده عليه وجعني قوي، فهو مشخصنها جدا مع البصل، بس انا برضه هحط بصل يعني. هو بصوا هو بيطلع متعور، فانا لما باكل حاجه ناشفه، مع اني يعني باكل حاجات برضو ناشفه غير البصل مش بيوجع، فهو مشخصنها مع البصل، يعني عنده عقده تقريبا او مشكله شخصيه مع البصل، بس انا هفضل عادي احط بصل عادي ولا يهمني. بس الجبنه تحفه. عايزه ادوق برضو مسقعه مسقعه. بسم الله. رهيبه رهيبه وسبايسي، انا بحب الحاجات اللي سبايسي بجد، احسن من مسقعات المطاعم بكتير. انا اعمل ميكس كده دلوقتي، بعمل ميكس جبنه على مسقعه، بس هيطلع حلو عشان دي سبايسي فهتبقى حلوه. طبعا انا هقيم الجبنه 9/10، مش عارفه ليه مش هديها 10/10، وهدي المسقعه 10/10. يعني تسلم ايدك يا ست الكل، المعلمه بتاعتي بجد في الطبخ. يعني كما توقعت الجبنه اتبقت، فهستنى بقى اسكندر حبيبي يرجع واقول له انا عامله لك شويه جبنه يستاهلوا بقك يا اسكندر. يعني شوف انا قلبي عليك ازاي، بحبك ازاي يا اسكندر، يعني مش عشان مثلا يتبقوا منك ومش عارفه توديهم فين، ده الحب يا اسكندر، ده الحب، عشان بحبك عملت لك الجبنه دي. بعد كده نقوم نشوف اعمل ايه تاني. هروح بقى عايزه اروق الاوضه بجد، قلبت الاوضه امبارح رأسا عن عقب، عارفه بيقولوها كده صح ولا لا؟ بس طلعت بقى اللي في الدولاب بقى على الكنبه، والكنبه في الدولاب، وخلاص شقلبت الدنيا. مش عارفه انام امبارح كتير وهو اعمل الله. واقفه ببص للهدوم، يعني بقول ليه انا بعمل في نفسي كده يعني، ليه بجد عايزه افهم. ما الدولاب كان كويس، خرجت منه كل حاجه حرفيا، يمكن ده فضا وانا ما اعرفش. خرجت كل حاجه، حتى الطرح ما سلمتش مني، ودي وكتب وبوكي وحاجتي، خرجت حاجات كتير قوي. ليه؟ لما يعرفنيش ان انا كل اسبوع لازم اعمل الحفله دي، لازم اخرج الهدوم من الدولاب، معرفش ايه الفكره، حس فضا مني مثلا، يمكن صح فضا مني، او بتهرب من المذاكره اللي عليا برضو، دي نقطه. يعني انا وراي حاجات كتير، وراي مذاكره كتير قوي، فممكن انا بتهرب من المذاكره فبروح افضي الدولاب عايز يرتاح مني. المهم هقعد اروقهم، وانا بروقهم عايزه اتفرج على فيلم، عايزه اشغل فيلم كده كان حلو قوي، استنوا هقول لكم عليه. هو الفيلم ده اسمه كيبوب هانترز، تحفه. مش عارفه بقول لكم تحفه ليه وانا ما اتفرجتش عليه، بس انا اتفرجت، هتفرج عليه تاني عادي. تحفه بجد، تحفه تحفه تحفه. يعني ارشحكم للفيلم ده، مش عارفه ليه انا برشحكم للفيلم. قول السؤال تاني. المفروض ان انا برشح الفيلم ليكم. عايزه بقى برضه اقوم البس، بفكر انزل اتمشى شويه، وعايزه انزل برضه صور انستجرام. بجد انا عندي 5000 صوره عايزه انزلهم. ايه ده؟ وعايزه برضه اقص ضوافر. زمان يا جماعه انا كنت بحب قوي الضوافر وانا صغيره، الضوافر الكبيره بقعد اربيهم، بس اكتشفت ان انا مش بحبهم. اكتشفت ان كل الاطفال اللي حواليا بيربوا ضوافرهم، وكان الضوافر ساعتها ايكونيك، يعني شكلها واو ومش شكلها واو،
فاكتشفت عشان كده كنت بربيهم عشان شكلهم واو. كان زمان بقى ماما وانا صغير كانتش يعني حابه ان انا اطولهم، كانت بتخليني اقصهم. فاكتشفت ان انا ما بحبش اصلا اطولهم، يعني بحس ان هما شكلهم احلى وهم قصيرين. وكمان عشان لما بتطولوا ضوافركم الشياطين بتبقى تحتها. فليه حسها بجد حاجه تحفه. وبرضو نظافه للمطبخ، حس كده يعني فاهمين، الاكل بقى ما يقعدش يدخل بقى تحت الضوء. بجد مش عارفه الناس اللي هي بتبقى ضوافرها بقى كبيره اوفر كبيره يعني بيبقوا مركبين تقريبا ضوافر، او بتبقى ضوافرهم كبيره كده، مش عارفه بيشتغلوا ازاي في الاكل. يعني هو طبيعي، ده الطبيعي، الاكل هيدخل تحتهم اكيد، يعني ماشيه هتبقى ماشيه كده باكل. فهتقولي لي بقى انا بغسلهم بعد مثلا ما بطبخ او بغسلهم، بس يعني بس الاكل برضو يعني مستحمله نفسك ازاي وانت بتطبخي مش عارفه بجد. فلا لا لا مش عايزه اواجه الاسبوع الجاي، مش قادره. اللي هو الاسبوع الجاي من اول بالظبط يوم التلات والاربع والخميس، 3 ايام دول مش عايزه اواجههم. ده انا عندي كميه حاجات كميه مشاريع مش عارفه ايه ده، جم منين دول كلهم معرفش. دكاتره خلاص قلبهم مات. واحد ما يشيلش هم بكره، افرض بكره موت، صح ولا مش صح؟ مت وارتحت، فما تشيلش هم بكره، شيل هم النهارده، ما تشيلش هم بكره. اصل ما حدش عارف، يعني نصيحه اليوم ما تشيلش هم بكره، شيل هم النهارده، عشان ما يمكن ربنا ياخدك، صح ولا مش صح؟ وترتاح، يعني تريح وتستريح. هم مش طوال قوي، بس انا ما بحبهمش يبقوا طوال، بحسها بصوا يا اختي شكلهم كيوت وهم قصيرين. مش ناقصه عفاريت ومش ناقصه شياطين ومش ناقصه حاجات من دي خالص، مش ضوافر يعني اللي هتعمل له معجزه. خلصت تحفه. لا 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 جهزت، رجعت لي روح المرأة القوية خلاص. قمة يعني في الشياكة. شياكة على وجه آخر. يا كلب لونه وحش قوي، رعب. قد ايه كنت محتاجة العصير القصب ده. مع الكلب متساب، انا افتكرته مربوط. كلب متساب بجد يا لهوي، ده يدخل الصيدلية. مهرب بقى وعجري. جو جميل. جو حر قوي، هو حلو قوي بس حر قوي في نفس الوقت. في عربيتين عملوا حادثة، مش عارفة اللي بيعملوا حادثة بجد. المشكلة ان هم مش عاملين حادثة على طريق رئيسي، عاملين حادثة ما بين عمارات، فاهمين؟ اللي هو انتوا المفروض اصلا تكونوا مهديين السرعة. ماليش دعوة يا جماعة، انا لسه راجعة. جو حر قوي. ليه بترجع احطها في راسي؟ جو حر. كانت فكرة غلط ان انا نزلت دلوقتي، كانت فكرة. هو ايه الخلاط اللي شغال ده؟ كانت فكرة سيئة ان انا نزلت دلوقتي، خدت ضربة شمس. ينفع؟ عشان انا عايزة اقعد كده متنحة نصاية بس. قاعدة دلوقتي بشوف هنزل لكم انهي الصور. عندي 5000 صورة وكلهم احلى من بعض، يعني اللي مش متابعني على الانستجرام فايته كتير. عودة الروى على الانستجرام، روى وائل، وهسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف. وبس كده، ده يكون روتين النهارده. هنخليه صباحي عشان مضطره انهي الفيديو عشان الفيديو ما يطولش، هنخليه صباحي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا باي باي.